فرحانين بزاف. بحال اللي قلت انت، لعبنا مزيان. بغينا نلعبوا بالروح بالكلشي اللي عطينا كلشي باش نفرحوا نفرح سوبورتاج يفرحوا كل مغاربه الملك كلشي فرحان ولعبنا مزيان بزاف. كيفاش من الان المنتخب الوطني المغربي لعب بالروح؟ تابعنا بان بعد الرفض ديال الهدف الاول، ولكن بقيتوا حاضرين، بقيتوا واقفين حتى جاو جوج الاهداف اللي عطاو انتصار للفريق الوطني. بحال اللي قلت لعبنا بالروح، لعبنا بالقلب. عطينا كلشي باش اليوم نربحوا. لعبنا، درنا مزيان لا بريباراسيون. الكوتش قال لنا شنو خاصنا نديرو باش ان شاء الله نديو 3 بوان بحال اللي درنا وبقينا مزيان في الماتش ودرنا لي دو بيت اون في اون تري كونتون. الشغل اللقاء الاخر القادم امام منتخب كندا، الربح ان شاء الله غادي يعطينا التاهل للدور الثاني. دابا خاصنا نفرحوا شويه نديروا مزيان لا ريكوبيراسيون، نشوفوا شنو غادي يديروا دابا هما اللاعبين، ومن بعد غادي نشوفوا باش نربحوا ان شاء الله نديروا لا كاليفيكاسيون. من المنتخب الوطني المغربي، هنيئا انتصار، هنيئا الفوز. الجمهور المغربي اللي كان حاضر اليوم صراحه كان فرحان بالاداء ديالكم. كيفاش الانتصار امام المنتخب البلجيكي؟ والحمد لله قدمنا اداء مزيان. كنهديو هذا الفوز هذا للشعب كامل. وكنهديو لمالكنا الله ينصرو لينا ويخليه لينا. كنشكروا الجماهير اللي ساندتنا حتى لاخر دقيقه، والحمد لله ربي ما خيبناش وحققنا 3 نقاط ان شاء الله. وان شاء الله باقي لنا ماتش ونضمنوا الرباح ان شاء الله باش ندوزوا البروميي ان شاء الله. نعم يوسف مسيرة، امتى حسيتوا بان بامكان المنتخب الوطني المغربي يوصل للمرمى ديال كورتوا ان يسجلوا اهداف، خصوصا بعد الهدف اللي ترفض في الانفاس الاخيره ديال الشوط الاول؟ ما نكذبش عليك، انايا فاش دازت 20 دقيقه شفت راسي بلا غادي ناكل الديفونسوره، وقدمت قدمت المجهود ديالي كامل، عطيته باش نعاون الفرقه. عطيتهم لا بريسيون ديالهم كامله اللي عندي باش انهم ما يقدروش يخرجوا بكره، وفاش يخرجوها يضيعوها. هادشي اللي كان. والحمد لله كنشكر اللعابه على الاداء اللي قدموا، والحمد لله ربي ما خيبناش. نعم اكيد الفرحه الكبيره عند الجمهور المغربي سواء كان حاضر او الجمهور المغربي اللي كان هناك نبض الشارع المغربي بالمغرب، كل شيء فرحان. من الان كيفاش كتشوفوا اللقاء ان شاء الله غيكون امام المنتخب الكندي؟ تعادل او انتصار سيكون مهم من اجل التاهل للدور الثاني وسيكون تاريخي. اللقاء كونتر كندا كنشوفوه كما بحال هاد الماتشات اللي دازوا. ماتشات كاملين صعابين. هذا كاس العالم، والفراقي اللي كيدوزوا كاس العالم راه ماشي فراقي عاديين، الفراقي كاملين صعاب. وتا حنايا بصمنا ليهم ووريناهم الا عطيناهم صيفطنا لهم ميساج بلا راه حتى حنا صعابين وما تقدر تحقرنا حتى منتخب يقدر يحقرنا. شكرا يوسف. معي ياسين بونو، ارحب بكل المشاهدين الكرام. معي ياسين بونو، خصوصا بانه كان قلق كثير كبير بالنسبه للجمهور المغربي حول الصحه ديال ياسين بونو. ياسين بونو، اولا نبغوا نطمئنوا الجمهور المغربي حول الصحه ديال ياسين بونو. الحمد لله، شكرا لكاع الناس اللي سولوا فيا. الحمد لله. نعم اللقاء عرف فوز المنتخب الوطني المغربي، انتصار كان مهم بالطريقه وبالاداء. كيفاش الانتصار ديال المنتخب الوطني امام فريق اللي بحجم المنتخب البلجيكي؟ انا فدخلوني لداخل المستشفى اللي داخل، فما قديتش نشوف المقابله. شفت في الاخر، شفت البيوزه الحمد لله وانا فرحان بزاف الفوز. التفاعل كان كبير بالنسبه يعني منذ وصلنا هنا لقطر، الجمهور المغربي والحماس عند اللاعبين. واش هذا هو اللي خلى انه اليوم نشوفوا المنتخب الوطني المغربي بهذا الاداء وبهذه القتاليه وبهذا الروح ديال الوطنيه؟ الحمد لله كما شتي، فالروح قتاليه كانت، الدراري عازمين كما قلت لك ذاك النهار باش يديروا شي حاجه كبيره. وبقى مقابله ثالثه ان شاء الله خصنا نواجهوها باحسن مستوى باش نحاولوا ندوزوا الاولين ان شاء الله. نقدروا نقولوا الصحه ديال ياسين بونو الحمد لله بخير وغادي يكون امام كندا؟ الحمد لله مزيان. فاحنا اليوم يعني كانت واحد الاصابه امام كرواتيا، فدرنا الماكسيموم باش نحاول نوصل لهذا الماتش. فحاولت يعني درنا الماكسيموم بحال اللي قلت لك. خدينا الدواء، خدينا كاع داكشي. فمن قبل ما يبدا الماتش فحسيت بالدوخه وما كناش بغينا نضيعوا شونجمون. فلذلك خدينا القرار باش نخرج ونخلي الصديق ديالي يلعب المقابله. والحمد لله يعني كلشي داز مزيان، وحتى الدراري اللي دخلوا فهم اللي عطاو الفوز الحمد لله.
الله يشافيك ياسين، تكون ان شاء الله حاضر. I think we have to continue like this. I have a lot of confidence in our team. I think you see how we fight for each other, how we play, we give everything, we run, we do. We have to continue like this, and inshallah we want to win also against Canada inshallah. والحمد لله يعني واحد الفوز اللي كبير، فوز اللي كبير عندنا ولا جميع المغاربه. يمكن من 86 قالنا كوش البارح ما فاز المنتخب في كوب دي موند، فالحمد لله مبروك علينا، مبروك على جميع الجماهير، ونتمنوا ان شاء الله نكملوا هذا العمل هذا ان شاء الله باش ان شاء الله نتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله باش تزيد الفرحه ان شاء الله. نية ديروا النية معنا، خصنا نبدلوا شويه العقليه ديال الشعب المغربي. الكره سي ليفيكاسيتي، ديما كنقولها في الوداد. اليوم ماشي درنا غران ماتش بالحق قلت لكم، الرجال الدراري باغيين يتقاتلوا، صبرنا، اون بوكو كوري بوكو ترافاي، عندنا بزاف الدراري اللي مبليسي يلعبوا مبليسي، حكيمي مزراوي بونو شفتوا ما بداش، عندنا سايس لو كابيتان عنده نكوت، الدراري كيتقاتلوا. هادشي اللي قلت لهم، هادشي اللي باغيين المغاربه والشعب، باغيين نشوفوا الدراري على ليماج دو بي، غير يسندونا يثيقوا فينا ان شاء الله الخير. بحال ما درنا والو الصراحه، اون 4 بوين. غنشوفوا الريزولتا ديال لا كرواسي اليوم، اللي مهم ان شاء الله هي ندوزو نديروها. il va falloir récupérer parce qu'on a beaucoup de fatigue. بونو كيبقى؟ بونو سي كومبليكي، حتى الدراري شفتوا زياش قال لي في الاخر حاس بشي حاجه، غنشوفوا واش ليفيكتيف يقدر. بالحق انا تايق في الدراري كاملين اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. شكرا وليد، شكرا. نعم عادل، يحضر معنا احد نجوم هذه هي المباراه حكيم زياش. حكيم congratulations. You deserve to win. You deserve to win the Belgium, one of the biggest team on the world. Yeah, I think we deserve to win. I think we played a really strong match as a team, and we never gave up. And we didn't give a lot of chances away. And we knew when we were supposed to score the first one, we don't give the game away. And I think from the first moment, I think we didn't really been in trouble. And we should continue like this. Yeah. How did you find the excellent atmosphere? Maybe 40,000 fans from Morocco. I think it was amazing for everybody. I think it's a historic evening, and let's let everybody and the whole country enjoy it, and we as well. تبارك الله عليك، شكرا شكرا حكيم. كان معنا نعم عادل، يحضر معنا طبيب الفريق الوطني الذي يقود طاقم طبي عمل مجهودا خرافيا لتأهيل كل من نصير المزراوي وأشرف حكيمي. بداية دكتور هنيئا، ألف مبروك، ما كانش سهل تأهيل اللاعبين معا لهذه المباراة. شكرا تماما، ما كانش سهل. واحد اللاعب ثالث هو اللاعب أبو خلال اللي من اللي جارة كان كل شيء كان كيتحدث على 5-6 الأسابيع، وعلى من بعد 10 أيام كان جاهز. ما بغيناش في المقابلة الأولى، بغينا نزيدوها لاتمو. الحمد لله مزيان. فيما يخص مزراوي شتو دار المقابله كامله وهو بصحه جيده. الحكيمي خصنا نحضروا معاه بزاف في هاد اليومين، هاد اليومين غدا ومن بعد غدا لي سيونس غيكونوا خفاف، سي دي سيونس دو ريكيبيراسيون، ويكون خير ان شاء الله في دكتور، نود الاطمئنان على حاله ياسين بونو بعد نهايه او دقائق قليله قبل انطلاق المباراه تم تغييره. شنو قال ياسين وكيف قدمه؟ حس بواحد الدوخه كيف كنقولوا بالدارجه. ذكرت مع السير كراكي انا ما بغيناش باش يبدي المقابله، والحان بصحه جيده وغيكون 100% في المقابله المقبله ان شاء الله. فرحان بزاف. فرحان بزاف، معلوم فرحان كثير كثير كثير. تبارك الله عليك دكتور عبد الرزاق حفتي طبيب الفريق.